شحال هادي كانت ملي كتبدا المباراة، الراجل كيقول لمرتو سيري الكوزينة، راه بدات الكرة، راه انت ما كتفهمي والو في الكرة. ولكن اليوم هاد الهضرة ولات متجاوزة. شحال هادي كانت المباراة ملي كتبدا كيقول الراجل لمرتو سيري الكوزينة، راه الكرة بدات، راه انت ما كتفهمي والو في الكرة. ولكن اليوم هاد الهضرة ولات متجاوزة. كنشوفوا بنات وفنانات هازين الرايات في المدرجات، راه ماشي حيت عارفين قانون الخطة أو قانون التسلل، ولكن حيت عارفين معنى الراية المغربية ومعنى أنك تكون مغربي أو تكوني مغربية. ما نكذبوش على راسنا، اللاعبين اللي كنهتفوا بسمياتهم وكنشجعوهم في المونديال أو الكان، شكون اللي صرا على تربيتهم وشكون اللي كافح وناضل باش يوصلوا للمكانة اللي وصلوا ليها اليوم. إذا المرأة المغربية ماشي غير مشجعة، وإنما هي اللي صنعت لنا أبطال الكرة، كتدعي لهم دائما في صلاتها باش المغاربة يفرحوا بهم هاد الفرحة اللي حنا فرحانين بهم اليوم. وخير دليل، غزلان الشباك هي أحسن لاعبة في أفريقيا وفازت بعدة جوائز. المرأة اليوم كتحلل، كتلعب وكتحكم، برافو عليها. كتبقى المرأة المغربية دائما وراء كل كروي كبير، سواء كمشجعة أو كلاعبة أو كمربية، كتساند وكتشجع وكتدعي ليه في صلاتها في كل الأوقات. وانتم كجمهور جريدتنا شنو رأيكم؟ هل فعلا باقي المرأة ولات محقورة في الكرة؟ كنتسنى آراءكم في التعليقات. وانتم كجمهور جريدتنا اشنو رايكم؟ واش باقي المراه ولات محقوره في الكره؟ كنتسناو ارائكم في التعليقات. الى اللقاء مع حلقه جايه ان شاء الله ومع موضوع جديد.